حمكم الله يا قلبي، حمكم الله. سي هاي يا جماعه. فطر النهارده بقى في مكان غريب. قعدنا على القهوه طبعا عشان انا صاحبين خليل. هحكي لكم القصه كلها بقى لما النتيجه تطلع ولما نشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. بس ان شاء الله خير يعني. بس عشان انا متوتره فمش قادره اروح البيت واستنى النتيجه، فقلنا نيجي ناكل هنا وبعد كده نروح يعني. فاحنا المفروض نروح على بيوتي فول بس في رجاله كتير فمش هينفع، فهنقعد بقى هنا كده ونطلب. بحب التلوث ده جدا 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 يعني، فلما الاكل يجي هوريكم. يا هو هاي سي هاو. جوزي بيقول لي دي اسمها كافيتيريا ام حماد. هي مشهوره بالنسبه له، مش عارفه مشهوره بالنسبه لكم ازاي وانتم مش عارفينها. حاضر يا ياي. كلها طعمية. طلع سخنة. ماشي. عيش بقى. وعيش ها؟ ايوه. واحدة بلاش ملح. بصوا يا جماعه ده كده تحفه، بس هندوق بقى ونقول لكم الطعم برضه. انا ماليش في البتاعه دي قوي بس هنجرب. استنى جوه طريه شويه. هي دي بيبقى عليها بيض ولا ايه؟ عايز فول. لو عايز فول. لا فول على بوك على طول. على بوك على طول. هي حبايه كمان. سبقان في طعميه. مش عارفه انتوا سامعين ولا ايه. هات ترجيل كده. بصي دي كلها شطه. مش هشربها تاني. كل اللي فوق بالمعلقه. مش جايب لك؟ جايب واحد بس؟ ده هي عمل. وعندك البصلة؟ لسه جعان. كفايه ليا انا بقى كفايه.
ده مش ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى احنا الصبح خلاص زي ما احنا شفنا كده ان احنا روحنا فطرنا بقى وبتاع. فانا بقالي كذا يوم بعمل تحاليل خلاص، وعايزه اديكم خبرتي كده في التحاليل ديت وايه اللي حصل ومش عارف ايه وكده، ممكن نستفيد ازاي من الموضوع. بصوا انا بعد الولاده تمام حصل عندي ان جسمي كان بيجمع كذا خراج وكذا حبايه مثلا كبيره، حاجات كده بس فيها بقى بص يعني اللي هو الصديد وكذا حاجه من الحاجات دي. فطبعا ده غلط جدا جدا، واساسه يا اما مناعه يا اما سكر تمام، او ممكن حاجه جلديه بقى معرفش، بس يعني انا مشيت في الطريقين الاتنين عشان اشوف ايه اللي هيمشي وكده. فكنت المره اللي عملت فيها عمليه شلت منه واحد لانه كان في مكان ما كانش ينفع ان انا اسيبه كتير، شلته وقلت خلاص مش هيرجع تاني، ولكن للاسف هو رجع تاني. فطبعا ما كانش هو لوحده اللي مخوفني، انا كنت تعبانه تعب فظيع، عظمي كله بيوجعني، ظهري بيوجعني جدا، ارهاق على طول، وشي فعلا بيبان عليه ان هو بيل خالص كده مع الوقت، على طول ارهاق ده من وانا في الكليه. ولكن الفتره دي بقى فتره اللي هو انا حتى لو شاربه كافيين وده مش طبيعتي، انا بنام ومبحسش ان انا نمت حاجه، انا عايزه انام تاني وتالت وعاشر ورابع وكده، مش مركزه خالص، النظر صعب قوي، كل حاجه كانت بايظه. فانا قلت هعمل تشيك اب كده خلاص عشان نشوف انا تعبانه مالي، انا حاسه ان انا مش قادره امشي حاجه، وطبعا عليا مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا، سواء في بيت سواء في شغل سواء في اي حاجه. فكنت عايزه اطمن وكده. فقلنا هنمشي في كذا اتجاه. دكتور الجراحه اللي احنا كنا عنده قال لنا هنمشي نعمل كذا تحليل. فالتحاليل كانت CBC اللي هي صورة الدم العادية، وفيتامين د وفيروسات وسكر لا السكر دكتورة التحاليل هي اللي اشارت عليا بيه او نصحتني بيه، يعني ان انا اعمله عشان اطمن، لان طبعا اللي عندهم سكر عرضة جدا ان الجلد بتاعهم يتشقق، يحصل لهم جروح، الحاجات دي كلها، وجروحهم بتبقى صعبة وبتتردد عليهم، فوارد ان هو يكون هو السبب يعني. بس الحمد لله عشان انا كنت خايفه جدا، الحمد لله ما طلعش فيه حاجه. انا كنت صايمه من امبارح، الموبايل للاسف هيفصل فهنحاول نقول بسرعه كده. انا امبارح كنت صايمه تمام 8 ساعات، وعملت تحليل النهارده بقى اليورين اللي هو البول يعني سوري، والسكر تمام. استنوا قبل ما اقول لكم النتيجه نجيب الموبايل عشان نحط الموبايل، نجيب الشاحن عشان نحط الموبايل في الشاحن تمام. كنت حطيت الموبايل خلاص في الشاحن، غيرنا المكان شويه عشان خاطر بس يوصل للشاحن يعني تمام. فالحمد لله انا كنت عامله التحليل امبارح او كنت صايمه يعني من امبارح، وعملت اليورين وعملت السكر، والحمد لله ما طلعش فيه حاجه الحمد لله يعني. لان انا كنت بصراحه متوتره جدا بسبب امبارح اول ساعه ما هي قالت لي، لان انا رحت اول يوم عملت الدم اللي هو CBC بقى والفيتامين د والحاجات دي كلها، وعملت معاهم ستول تمام. عشان برضو اتاكد، لان كان عندي تعب في معدتي وحش قوي برضو، فكنت عايزه اتاكد. ايه بقى اللي طلع عندنا عسر هضم جامد جدا ملحوظ جدا، اللي هو اجزاء الطعام اصلا بتنزل زي ما هي سوري يعني، وده عمل لنا تعب في القولون فظيع وفي المعده. انا كنت فعلا عندي تعب رهيب، بحس ببلوتنج كده جامد قوي، ما بيروحش يعني، مش عارفه، مجرد ما باكل بشبع وبتلكم كده، وبعد كده ساعه او ساعتين بحس ان انا كاني ما اكلتش حاجه، ولكن ستيل الانتفاخ والبلوتنج ده ماشي معاك بقى خلاص، انت عايش بيه خلاص. ده اول حاجه. تاني حاجه الانيميا، طبعا الانيميا عاليه جدا، بس باين على عيني وباين على جسمي وكل حاجه. الانيميا كانت عاليه فيه تمام، او مش عاليه، هي متوسطه يعني، المفروض ان انا اعليها عشان توصل ان هي تبقى في النورمال كده على الاقل، ما تبقاش اوطى منه تمام. فخدنا بقى خدنا ده مكمل غذائي بيبقى فيه حديد وبيبقى فيه عناصر تانية يعني تمام، فيه فيتامين B12 وحمض فوليك تمام، وحديد بسيط مش نسبة عالية فيه يعني، ده النسبة مش عالية فيه لان انا اوريدي الانيميا مش عالية عندي قوي تمام. دي حاجة. عذر الهضم الدكتور قال لي على ما نخلص العلاجات دول هناخد حاجة مثلا ليه، لانه مش مهم دلوقتي يعني، هو بالنسبة لنا اللايف ستايل لو اتحسن هيحسن معانا الدنيا، المهم ان مفيش جرثومة مفيش بكتيريا مفيش الحاجات دي، واحنا عندنا عسر هضم، القولون مش شغال كويس خلاص، فهو اللي مسبب لنا كل التعب ده خلاص. وبعد كده كان عندي لما عملت تحليل اليورين برضو طلع عندي UTI،
دي مشكله طبعا، بس بسبب طبعا ان احنا في مستشفيات ممكن نستخدم تويلت مش بتاعنا مش بتاع البيت وكده، فحصل مشاكل كتير جدا بسببه، فخدنا كورس برضو مضاد حيوي. وبقى القمر اللي عامل فيها كل المشاكل دي كلها هو الفيتامين د. فيتامين د المفروض يكون اقل حاجه ممكن اتكلم فيها واقول ان ده اصلا مش كافي 30. اتفقنا؟ انا عندي كام بقى؟ 7. شفتوا يعني اللي هو مش حاطيني شويه فيتامين د بس عشان اعيش، انما ده مش نسبه بني ادم، ده مش نسبه بني ادم يعني، فاهمين؟ فطبعا عامل لي اكتئاب، عامل لي مشاكل كتير جدا في الذاكره، في دماغي، صداع، في عيني، في طريق فكي، في عظمي، في اقول لكم ايه بجد، عامل لي في كل حاجه، في اعصاب ايدي، في عظم رجلي، في ظهري، في هضمي برضو، بيساعد جدا على الهضم. مش عارفه اقول لكم ايه، ما سابوش. الاعراض كانت كتير، شعري ده حرفيا هو الميه مجرد ما بتيجي بس تلمس الفروه هنا كل ده بيقع على الارض. فالدكتور كتب لي ده، تمام، دوت الحبايه الواحده 10,000 يونت، تمام، لان هو لازم يطلع بسرعه جدا وانا مش هستحمل الحقن، فلازم ناخد كورس مكثف من ده، بس ده مش كل يوم طبعا، ده كل 3 ايام هناخد منه حبايه. بس كده تمام. بس الحمد لله ان احنا مش عندنا السكر، الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله على نعمة الصحة. طبعا كل الفيتامينات والحاجات دي ممكن تتعوض واحنا احسن من غيرنا كتير. بس انا كان لازم اخده، لان انا فعلا حتى انا ما بقدرش ابص في التليفون كتير، مش بعرف افتح عينيا في وقت طويل، بحس بارهاق فظيع يعني. فالحمد لله على كل حاجة، وان شاء الله ان شاء الله ايه الصحة في اللي جاي بقى ان شاء الله تتحسن والدنيا تظبط، شعرنا، ضوافرنا، صحتنا، نفسيتنا، عشان احنا عندنا مسؤوليات. وانا مش شخص اللي هو بعرف ان انا اسيب مسؤوليتي عشان انا تعبانه، لا، انا لا، خلاص انا هتعب شويه زياده النهارده اكتر كمان، واتعب نفسي واموت نفسي، وبكره ابقى ارتاح. المهم ان انا مثلا الدنيا نظيفه حواليا، عندي اكل، عندي ابن نظيف مستحمي كويس شكله نظيف كده، جوزي حاجته موجوده. انا كده، انا دي مشكلتي الابديه، ان انا مش بعرف اسيب حاجه ورايا، فدي مشكله جدا بتتعب صحتي، وهي اللي مأثره عليا طبعا. بس ان شاء الله يعني كل اللي جاي كويس. بس عشان بقى ايه ما نتكلمش في الحوار ده كتير، بس انا كنت بس حابه ان انا ايه اتكلم معاكم في الحاجات دي، واقول لكم خلي بالكم من صحتكم فعلا، خصوصا بعد الولاده. اهتموا جدا بالفيتامينز بتاعتكم تاني، خدوها تاني. الرضاعه اصعب من الولاده والحمل والحاجات دي كلها. بجد جسمكم بيفقد فيها كل حاجه. انا بقول لكم انا عندي 7 دي يعني اللي هو اصلا مش موجود. يعني انا عارفه ان في ناس تبقى اقل مني وكده بس ما ينفعش، فاهمين؟ انا بتعامل في مستشفى فيها انفكشن كتيره. الفيتامين دي بيضعف المناعه، ممكن نلقط منهم بعد شر اي حاجه. فواحد مش عايز يدخل في متاهات هو مش قدها. لما كبسوله او علبه كبسوله بسيطه ممكن تحمينا وتقوي مناعتنا وتفيدني انا وابني طبعا، عشان اكيد هتفيده. مش حاجة، لان نعمة الصحة مش هتتعوض، والفلوس مهما كان لو هي مش هتتصرف على صحتنا وعلى حياتنا فهي ملهاش قيمة، بجد ملهاش قيمة. انا شخص مبعرفش لا انا احوش ولا كنز ولا يعني فلوس ولا امسك عليه، انا مش كده خالص يعني. دي مشكلتي الابدية انا وجوزي، يعني ان انا مسرفة شوية. فاحنا اكتر ناس احق بالصرف ده، فاهمين؟ بس فان شاء الله يا رب اللي جاي يبقى كويس. انا حاسة ان انا عايزة انام تاني، بس قبل ما انام هنغسل المطبخ كده وننضفه، عشان خاطر لو نمنا عندنا مشوار، عندنا النهارده كده تصوير الاعلان بسيط، اول مره اعمل حاجه زي ومتحمسه لها، وفي نفس الوقت خايفه متوتره عشان دي حاجه بره البيت، بس ان شاء الله خير. بس يعني فكملوا بقى معايا الفلوج، هوريكم برضه طبعا احنا بنصور بره وكده، لو عرفت ان شاء الله يعني ان شاء الله ونزل لكم برضه الاعلان هنا لما ابقى اعمله ان شاء الله. يعني لو حصل اي حاجه بعد الشر والموضوع فركش او كده برضو هعرفكم عادي، احنا لسه بادئين ولسه بنعرف وكده. طب ايه اصلا الاعلانات دي هتنزل فين؟ على البيج برضو هنزل لكم هنا الصوره بتاعتها زي ما نزلت لكم في الفيديو اللي فات. فبس كده اوكي، يلا بينا بقى نغسل بسرعه المطبخ. احنا مش هنروقه زي ما بنروق، لان احنا بكره الترويق العميق ان شاء الله، لو ربنا احيانا بكره هو الترويق العميق بتاعنا ان شاء الله. بس يلا بينا. هاي بصوا، احنا هنا زي ما قلت لكم من شويه ان احنا هنروح بقى نعمل اول تجربه، تمام؟ فانا بحاول ان انا البس حاجه مريحه
خلاص بصوا هنرش ايه بادي سبلاش كده للاسف يعني. هنحط بقى دي. هذا من المؤاخذة. ممكن ادخل؟ كنت دخلت خلاص. ونعمل بصيت كده. اوريكم بقى الاوتفيت ممكن في المرايه اللي تحت. ليه يا جماعه مش عارفه اوريكم. بصوا في بقى الكوت. المناديل جت عليكم يا جماعه. مريت بالخرطوم بتاعنا. طبعا البيت عايز تنظيف بس بكره ان شاء الله مع تنظيفنا بقى هنقلع كل هذا الثوب وننضف. بصوا بقى احنا رجعنا البيت تمام. خلصنا اول تجربه اعلان لينا تمام انا وجوزي يعني بس. ورجعنا بقى دلوقتي طبعا غسلت وشي مش عارف ايه وصليت وكده وخدت يايا طبعا ورجعنا البيت. ودلوقتي ميعاد ايس كوفي بس مش هنشربه نسكافيه هنشربه كوفي ماكس. ودي ازازه كان فيها ميه زمزم فانا محتفظه بيها اعمل فيها بقى ايس كوفي. استنى نجيب ميه. اللي فيه ميه اوريدي انا كنت حاطاها في الكتل شويه بس صغيرين كده. بصوا ايس كوفي بدائي شويه ولكن عشان ما يسهرناش. استنوا نشوف الغطا فين. يحيى يا جماعه اتخبط في بقه وارم. اقول لكم بقى ان انا كده عملت ده اللي هو ده البونجورنو عادي عشان خاطر عايزين ننام مش عايزين نسهر كتير فده يقضي الغرض يعني. تمام في نسكافيه برضه ولكن هو ده الحلو يعني. تمام عايزين بقى تعرفوا فيدباك كده صح. احنا كويس. كل الحاجات بتسيب من ايدينا وكل الدنيا بتتبهدل كده مش فاهمه في ايه. بس انا زهقانه اصلا متعصبه يعني مش كده حصل موقف ضايقني فتلاقوني عايزه اكسر دي بجد. عايزه فعلا ارجها امسك حد ارجه كده. حطيت هنا التلج ما حطيتش كتير برضو عشان الشتا والحاجات دي فهحط بقى الايس كوفي كده. ما عملتش رغوه قوي يعني بس كده ايه تمام قوي قوي قوي. اللي انا عايزه اشرب حاجه شبهه ولكن مش مخدومه قوي عشان خاطر برضو ايه ما تسهرناش وكده. بصوا بقى الفيديوهات حلوه التجربه حلوه ولكن مرهقه بجد مرهقه. فدايما بدعي بقى في التجارب اللي زي دي واول حاجات اللي زي دي ان ربنا يختار لنا الخير بس دي اهم حاجه. بس هو ادرى بقى مننا بكل الحاجات دي بكل التعب بكل الحاجات دي والطريق اللي احنا ماشيين فيه. لو كان حلو ربنا يكمله على خير يا رب ولو كان في شر لينا في ايه. بصوا انا هسيبها هنا بقى للصبح عشان نشرب ايس كوفي كده على رواقه يكون الكراميل فيه سايل كده شويه عن ده عشان حاسه ان دوت مش مظبوط قوي. هقلبه بقى. فبقول لكم الموضوع محتاج مجهود محتاج صبر محتاج يعني قبول في الاول وفي الاخر. فهي تجربه تمام. روحوا تابعوني زي ما انا قلت لكم بقى على البيج بتاعت الفيسبوك وان شاء الله تعجبكم يعني كده. بس اي حاجه كده كده الابتدائيه في الاول بتبقى صعبه وبعد كده او عامه انا كنت في الاول زمان بخاف من كل التجارب الجديده بخاف من اي حاجه اجرب مدرسه جديده اجرب يعني. انا فضلت في مره في الابتدائي لو انا فاكره ان انا مش عايزه اروح مدرسه تانية. كان جيت في رابعه وجينا في 5 و6 ابتدائي عايزين يقولوا لنا مدرسه تانية. انا كنتش بنام بالليل بسبب حوار ان انا هنقل من مكان لمكان. فانا بحب الروتين جدا وبحب قعده البيت قوي. ما بحبش اعمل حاجه جديده في حياتي كتير. بتوتر جدا 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 من اي حاجه جديده. ولكن صراحه يعني بدات اتشجع المره دي. النهارده حسيت ان انا لما اتشجعت ورحت مكان وجربت مره زي ما قلت لكم اللينكات والحاجات دي كلها خشوا بقى اعملوا فولو وشير وحاجات من دي كلها. قولوا لي رايكم في الفيديوهات وانزل لكم طبعا الاعلان لما ينزل. هو ينزل على نص الشهر 3/4 كده الشهر حاجه كده. بس ده كل اللي كنت عايزه اقوله لكم النهارده. الحمد لله كان يوم لطيف يعني. رحنا عملنا حاجه جديده طمنت الحمد لله ان انا ما عنديش حاجه. ربنا شال من عليا بلاء الحمد لله كبير كنت شايله همه. كانت نفسيتي تعبانه بسببه حتى لو مش ببين لحد ولكن كنت والله خايفه قوي يا جماعه يطلع عندي حاجه لان يعني لسه صغيره. في
في حاجات كتير جدا كانت هتتغير جدا بعد الشر لو انا طلعت شخص عنده سكر او عنده حاجه، بس الحمد لله كل الحاجات اللي موجوده نقدر نهندلها. ربنا يبعد عننا يا رب اي حاجه مزمنه، اي حاجه صعبه ما نعرفش نعيش معاها. بس كده، اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تعملوا فولو وشير للفيديو بتاعت الفيسبوك وبتاعت الانستجرام وكل حاجه. بس ان شاء الله نكبر مع بعض. احنا الفيديو اللي فات قلت لكم ان احنا قربنا على 200، احنا الفيديو ده احنا بقينا حوالي 206، والله اعلم انتوا بتتفرجوا هيبقى رقم كام يعني، فحاول امنتجه وانزله لكم بكره. بس كده، باي.